رمضان طبيعي بيغير نظام يومنا كله، مواعيد نومنا واكلنا بتتشقلب. التغيير المفاجئ ده بيعمل صدمه للساعه البيولوجيه او السيركيديان ريذم بتاعه جسمنا، وده سبب رئيسي للخمول والتعب طول النهار. الاستعداد بيبدا من دلوقتي برضه. بالنسبه للنوم، حاول من دلوقتي انك تبدا تاخر ميعاد نومك ساعه مثلا، وتعود نفسك تصحى بدري شويه. النوم الكافي حوالي 7 ل 8 ساعات ده اساسي عشان طاقتك وتركيزك. اما بالنسبه للاكل، ابدا انك تغير نظام اكلك، قلل من الوجبات التقيله او الدهنيه، وركز على الاكل الصحي اللي هضمه بطيء وبيديك طاقه لوقت اطول، زي الخضار والفاكهه، والبروتينات زي الفراخ والسمك، وحبوب كامله زي الشوفان. والميه يا جماعه، الميه هي مفتاح كل حاجه. الجفاف هو سبب اساسي في الصداع والارهاق. ابدا من دلوقتي، خلي جنبك ازازه ميه واشرب من 8 ل 10 كوبايات في اليوم. لما جسمك بياخد على التغيرات دي بالتدريج، صدمه اول يوم رمضان بتبقى اخف بكتير.